في حي شعبي عادي، كان في شقة صغيرة في الدور الرابع. لا هي مميزة ولا حد كان بيقف عندها، بس في رقم واحد كان بيرن كل ليلة تقريبا، نفس الميعاد ونفس الرنة. الناس في العمارة فاكرين في الأول إن ده عادي، حد بيكلم حد، بس الغريب إن المكالمة كانت بتفضل شغالة بالساعات، من غير صوت، من غير رد، صمت وسماعة مرفوعة. صاحبة الشقة ست كبيرة في السن، عايشة لوحدها من سنين، هادية قليلة الكلام، وعمرها ما اشتكت من حاجة. لكن في مرة واحدة من الجارات سألتها: معلش يا طنط، هو التليفون عندك بيبوظ؟ الست بصت لها باستغراب وقالت جملة واحدة: أنا ما عنديش تليفون. الكلام اتاخد بهزار، بس الرنة فضلت. وفي ليلة متأخرة واحد من السكان اتصل بالسنترال، سأل عن الرقم اللي بيطلع منه الصوت. الرد كان غريب: الخط ده متوقف من أكتر من سنة. الخوف دخل العمارة، بلاغة عمل والشرطة طلعت الشقة. الباب كان مقفول من جوه، مفيش رد. لما فتحوه الهدوء كان مرعب. الشقة متربة، الأساس قديم، والتليفون كان مرفوع. السماعة سايبة الخط مفتوح، والست ما كانتش موجودة. التحقيقات كشفت إن صاحبة الشقة محدش شافها من شهور، وإن آخر مرة حد كلمها كانت قبل ما الخط يتوقف رسمياً. السؤال اللي حير الكل: مين كان بيرفع السماعة؟ ومين كان بيطلب الرقم؟ وقال ليه الخط فضل شغال بعد ما اتقفل؟ القضية اتسجلت كاختفاء غامض، من غير متهم، من غير جثة، ومن غير تفسير. الشقة اتقفلت بالشمع الأحمر والخط اتفصل نهائياً. لكن سكان العمارة بيقولوا إن في ليالي هادية لما الدنيا تسكت لسه بيسمعوا رنة بعيدة، مش عالية بس كفاية تخليك ما ترفعش السماعة، لأن في مكالمات الأحسن ما تردش عليها.